هلا بشكل عام كان منصف نوعا ما. ليليان نمري كثير تاخر تكريمه. رفيق علي احمد اذا كل يوم نكرمه بيكون قليل عليه. هن كانوا موجودين بالحفله فما بعرف اذا كان مفاجئ كثير. تحت سابع ارض انه يربح هالقد جوائز، هيدي انا حسيتها غير منطقيه. طب معقول البطل ما له شيء؟ هون لازم ينحط على الموسيقى كمان. ما في فئات كثيره، كله تمثيل. طلال الجردي انا بشوفه غير محل اعلى من هيك. ربحوا بس مسلسلين، في اثنين ما بقى شفناهم، وعم بيوصل لوقت النجم ما عم يجي. هذا شيء منيح لما تروح لناس مش معروفه. متابعي ستاردوم اون، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده مع المخرج والناقد السينمائي شرب الغاوي. اهلا وسهلا فيك. شكرا لك وللاستضافه. بدايه نحن كنا يوم امس الميريك ستور 2025، هيدا الحفل المنتظر بلبنان واللي كلنا بنترقبه خلال كل سنه. هيك بشكل عام كيف شفت هيدا الميريكس واللي كانوا ايضا عم يحتفلوا باليوبيل الفضي ال 25 سنه؟ هلا بشكل عام كان منصف نوعا ما. يعني اغلب اللي تكرموا كان يا ما اخذوا حقهم من قبل، يا انه لا كان منصف للي بعض الممثلين يلي كمان ظهروا برمضان وغير رمضان. مين شفت اللي ما كان اخذ حقه واخذ حقه بهيدي الدوره؟ يعني مثلا ليليان نمري كتير تأخر تكريمها. اوكي بعد 100 تكريم غير ميراكس، لا اكيد تكرمت. هلا بدنا نفوت اكثر تفاصيل معك بالكل بارت لبارت، وبديش سبق عليك انا. خلينا نبلش بهيك، انا حاطهم عندي بالتسلسل. اذا بدي احكي عن اثنين، رفيق علي احمد ونبيل عبيد اللي اخذوا ميراكس تكريمي عن مجله مسيرتهم المهنيه. على المسيره. هلا رفيق علي احمد اذا كل يوم بنكرمه بيكون قليل عليه. اوكي، خصوصا انه ممثل ما عم بيغيب على الشاشه. يعني بالدراما من رمضان من الهيبه للاعمال كلها على الام بي سي موجود دائما. وهو صار يعني ترك فتره المسرح وراح على الدراما، ففينا دائما نكرمه. هلا نبيل عبيد انه ما بعرف كان اذا لانه تكرمت قبل من فتره كمان، ما بعرف اذا هو الكونسبت الميراكس مفروض يكون عن مسيره الاعمال. ما بعرف، مش عن مسيره مجمل مسيرتهم المهنيه. نعم، بس لها فتره موقفه كانت يعني. نعم. فما بعرف اذا يعني انا بالنسبه اكيد يعني لازم تتكرم، بس بالنسبه لي انا بلاحق الامور الجديده. ذكرت ليليان نمري اللي اخذت تكريم مفاجئ، ايضا في الممثله السوريه شكران مرتجى كمان اللي اخذت تكريم مفاجئ. كيف شفت تكريم شكران؟ كمان جيد، بس انه كمان هن كانوا موجودين بالحفله، فما بعرف اذا كان مفاجئ كتير. يعني شو اقول لك؟ هيك قالوا انه كانوا هن فوجئوا الاثنين بالتكريم لما قالت اساميهم. هن كل اللي عم بيكونوا موجودين يا عم بيكونوا يقدموا الحفل يعني او يسلموا الجائزه التكريم، يا يتكرموا. ما كان في حدا غير. وهن اثنيناتهم ما عطيوا تكريم يعني، وما قالوا لهم يمكن لمين بده يكرموا، فهي حلوه. اذا بدنا نحكي هلا بعدنا باطار الممثلين، بدي روح لافضل ممثل عربي تيم حسن. كيف شفت تكريمه عن دوره بتحت سابع ارض؟ اكيد يعني انا وقت حكيت برمضان انه تيم حسن الافيات اللي بيقولها بالمسلسل هي عم بتخليه نجم الساحه بدون منازع. يعني من ايام الهيبه عم بيحكي هالافيات اللي بيقولها، بصير كل الناس تقولها، فهو لحالهم بخلوه يعني يصير نجم من دون منازع. بس موضوع تحت سابع أرض أنه يربح هالقد جوائز، هيدي أنا حسيتها غير منطقية. يعني من ناحية الإخراج أكيد، يعني أنا من 10 سنين لهلأ من الممثلين السوريين أكيد سامر البرقاوي هو النمبر 1. من ناحية التمثيل تيم حسن وكارث بشار أكيد نمبر 1. من ناحية الإنتاج ما بعرف، يعني الإنتاج أنه يربح أفضل مسلسل
استغربت شوي أنا. وين الاستغراب بالموضوع ليه؟ الاستغراب لأنه إذا نحن عم نحط لام شمسية يلي هو لا يقارن بعمل مثل تحت سابع أرض أو غيره، لأن أول شيء بلش بالنص وحلقاته قليل، يعني بده ينحط بموقع مختلف. تحت سابع أرض خلينا نحكي 30 حلقة، مفروض نقارنه باللي مثله يلي هو نفس بالدم والبطل. طب معقول البطل ما له شيء؟ يعني هون السؤال انه خلينا نحكي اخراجيا اوكي تحت سابع ارض اكيد اقوى. طيب قصة البطل، السيناريو، الحوار اللي صار ما بيطلع له جايزة يكون هو افضل مسلسل؟ الناس حكي، يعني الناس حكي هذا مزبوط. تحت سابع ارض اخذ نسبة مشاهدة كان رقم 2 من لبنان، بس مش يعني انه هو مفروض يربح كل الجوائز، يعني خصوصا اذا حطينا لام شمسية هي بتربح جايزة كمان. يعني اذا كان فينا نحكي عن البطل انه مفروض كمان يربح. هذا بموضوع البطل. هلا في ناس بتقلك انه ممل. اخي هذا منه اكشن، منه مسلسل اكشن، هذا عقده المسلسل. بس في ابطال، في محمود نصر، في استاذ بسام كوسة، في ممثلين كبار عطيوا هذا المسلسل يلي هو ببكيك يوميا. كان في قصة عم يوصلوها، يعني كانوا عم يوصلوا وجع السوريين اللي عاشوا بالحرب. طبعا قصص حقيقية، في حوار كتير قوي كان عم يصير بين الممثلين. في قصص حقيقية. قصة تحت سابع أرض قصة كليشيه معروفة. حتى في مسلسل انعمل قبله لتحت سابع أرض اسمه فرانكلين، بس انعرض من بعضه. كان أغلب النجوم محطوط صورتهم على الدولار. قصة معروفة. يعني إذا هلأ خلينا نعتبر مثلا إذا أنا بدي أسأل سؤال، تايم حسن بالهيبة أو تايم حسن بتحت سابع أرض، الناس رح تقول لي تايم حسن بالهيبة. ست منى واصف بالهيبة أو ست منى واصف بتحت سابع أرض، الناس رح تقول لي الهيبة. يعني في فرق كبير بين الهيبة وتحت سابع أرض كبير. بعدين في مطرح كتير مللنا وصار كله قتل، يعني ما بقى في حدا آخر شيء غير المصور، وصدقا آخر شيء ما بقى في حدا غير، وحتى تايم آخر شيء ما بقى يشوف. أوكي، فهون نحن لازم نعطي على القليل شوي، على القليل إنه أحلى مسلسل يلي هو البطل على القليلة. حكينا عن المسلسل العربي، رح ننتقل للمسلسل اللبناني، مسلسل بالدم اللي كان كمان له حصة معينة بالتكريمات. وكمان بالدم كان كتير جوائز كتيرة لإله. يعني خلينا كمان نحكي شغلة، إذا نفس طلع له جايزة ما كانت قيمة الدنيا، لأنه نفس يعتبر مسلسل ما نجح. بس أخذوا حصتهم بنفس، يعني معتصم النهار ودانيال رحمة تكرموا بمهرجان بياف قبل بفترة. ممكن حتى سامر اسماعيل تكرم بدبي قبل بسنة من تكريم وسام فارس. كمان يعني تكرم على دوره، وما تكرم وسام فارس. مفروض كان وسام فارس كمان يتكرم من هذيك السنة، لأنه يعني نحكي هون عن الأعمال المشتركة، عن العميل قصدك. نعم. يعني إنه نفس أنا قلت لهم إنه على القليلة إذا بده يربح بيربح عن قصته حلوة. أوكي، ما نعرف انشغل صار فيه مشاكل غير موضوع، بس إنه البطل لو أنتجوه بلبنان مش هو اللي كان ربحان؟ لو انتج بشركة لبنانية البطل كان هو الربحان، كان هو أخذ كل شيء. نعم. كمان كان في لافت جدا استحداث أفضل ممثل مسرحي يلي أخذتها أنجو ريحان. كيف بتشوف اليوم هيك إنه بتحس عم ينعطى بوش للمسرح؟ أنا والله صراحة ما حضرتها يعني، وسمعت عنها كتير. منه غلط، لازم يتكتروا الفئات، ما يصيروا مثلا بس ممثلين. يعني لازم ينعطى مثلا عن السيناريو، عن الحوار، عن القصة، عن التصوير. يعني في مصورين مش ياخدين حقهم، هن الأساس، هن عم بيعطوك الصورة. لازم ينحكى كمان يعطوا عن الفئة الموسيقى. يعني البطل سعاد بوشناق اللي عامله الموسيقى تبعه اخدي صار جوائز عالمية بالموسيقى، بس هون لازم ينحط على الموسيقى كمان. ما في فئات كتيرة، كله تمثيل، كله ممثل، يعني تركيز على الممثل بس. بدي روح على الفئات الأخرى، الغناء.
كمان كان عنا كوكبة من نجوم الغناء، أمال ماهر، جوزيف عطية، نوال الزغبي. كيف شفتهم؟ نوال الزغبي عملت ألبوم كتير حلو مع كل هالعجقة بالألبومات، كمان تستاهل. أمال ماهر كمان. جوزيف عطية بعتقد عن غنية أغنية هوس. ما كتير مقتنع أنا بهذه صراحة. يعني كانت نفس كارول سماحة هي رقم 2 أحلى. أنا بالنسبة لي هذا رأيي يعني. بس يمكن كارول ما وافقت تاخد بس عفقة الغنية، ما بعرف. اليوم أمال ماهر أخذت ميوركس نجمة الغناء العربي. نعم. تستحق هيدا اللقب، وفي كتير تعويل عليها إنه صوت مصر الأول. أنا برأيي صوت مصر الأول هي أنغام. أنا وقت أسمع على الراديو بسمع بعرف صوت أنغام. أنا إذا سمعت أمال ماهر ما بعرفها، يمكن لأني ما بسمعها دايما. بس في مختلف يعني. صوت شيرين بقدر تقفره، صوت أنغام فيك تقفره، بس صوت أمال ماهر ما بعرف. بس يمكن لأنه هي آخر فترة الوحيدة اللي نزلت. وعندنا كمان تامر عاشور أيضا كرر نعم. نجم الغناء العربي كمان بس أنا كمان إنه بعد 25 سنة أنا عمرو دياب ما شفته. ليه؟ ما بدي أشوف كمان عمرو دياب. معقول عمرو دياب ما يتكرر مثلا 25 سنة بالميوركس؟ بركي عم بيحاولوا الميوركس وما عم يقبل. ما هذه يعني أنا عم بحكي إنه يعني هو غلط إنه اللي بيوافق بس يربح. مثلا كارث بشار ما كانت موجودة امبارح وتم تكريمها، بيقدر كمان ما يكون موجود ويكرموه ويقولوا له هذه الجائزة هون موجودة، وقت يجي على لبنان يعطوه إياها. طب ليه أنا بدي 25 سنة معقول نجم عالمي عمرو دياب ما يتكرم؟ كمان بدي أشوفه لعمرو دياب. أنا مخرجين يعني كان في عنا كمان كتير من المخرجين، سامر برقاوي اللي ذكرته صح. أفضل مسلسل عربي، فيليب أسمر أفضل مسلسل لبناني، بيير خضرا ميركس التميز بإخراج الفيديو كليب. يوم فيليب أسمر عمل شيء ما بينعمل بلبنان يعني. الإخراج اللي عمله بالدم رائع جدا عالمي. بالنسبة لسامر حكينا عنه يعني هذا الفريق يلي هو الصباح تايم حسن سامر برقاوي عاملين فريق كتير قوي يعني. ما حدا عم يقدر يفوت عليهم. قلهم مش 10 سنين يعني من الهيبة 6-7 أجزاء مع فيلم يعني، ورجعوا مسلسلين. شيء حلو. بس في كمان في بدنا نضوي على غيرهم كمان. أيضاً كان لافت تكريم إعلاميين يعني مثل هيلدا خليفة ميوركس تكريمي كإعلامية متميزة، محمد قيس ميوركس البودكاست المميز. هلا عنا صار عنا بودكاستات وفي جائزة للبودكاستات. كيف شفت هالجائزتين؟ كمان كنت أنا بشوف لازم أنا وقت قالوا بودكاست فكرت ريان حايك بده يربح يعني. أنا بسمع بيقولوا عنه عنده مميز مع انه بودكاست هو يعتبر مفروض يكون على منصه. فهلا المشهد ما بعرف اذا هي منصه او قناه، هو يعتبر برنامج اكثر لمحمد قيس، برنامج اكثر من هو بودكاست. يعني ان شاء الله نشوف كمان ناس جديده كمان. هيلدا خليفه هيلدا اكيد يعني. انا كنت متوقع هي تكون المذيعه المقدمه. ايضا كان لافت تكريم نيكول سابا ميركس ممثله لبنانيه بالدراما المصريه. طبعا. كيف شفت الدوره اول شيء برقية العسكري بوقت قابل حبيب؟ ما حضرته انا شوي يعني. تابعت اكثر امور سوريه ولبنانيه. بس نيكول سابا هي يعني عم ترفع اسم لبنان كتير بمصر من زمان مش من هلا. تستاهل. ايضا عنا ماجد المصري افضل ممثل عربي. طبعا انا يعني بهمني شوف وجوه جديده. يعني انا امبارح عم بقولوا صار قد ايه اخذ كل ممثل 6-7 مرات. شوي هيدي عم بتقلل من قيمه الهديه او من الجائزه او التكريم. ليه؟ مفروض يكون في ناس وجوه جديده. يعني امبارح مثلا وسام فارس بسط قد الدنيا يعني. وسام كان لازم من هذيك السنه ياخذها اوكي لانه كان معروض العميل وكان انعمل الفيرسيون السابقه. فوقت تشوف وسام فارس انه شاغل هالقد بسنه واحده وهو كان هو المسلسل العميل
بس انا اللي ما شفته منطقي انه مثلا دور طلال الجردي انه على مساند، يعني على فئة مساند، وانا ما شفت انه هو بمسلسل العميل هو دور مساند. هو بالعكس كان قطب من الاقطاب، يعني هو كان الدولة بمسلسل العميل. هو مثله مثل سامر اسماعيل وسام فارس، الاستاذ ايمن زيدان ولو استاذ فادي صباح، يعني الاساتذه كلهم هن كان قطب. هو كله متمحور حول الدوله، كيف بده ياخذ دور مساند؟ انا ما كان مساند، يعني مثلا ميادة، دور ميادة هذا دور مساند. فما بعرف طلال الجردي انا بشوفه غير محل اعلى من هيك يعني. بس هو انسان ابن بيت، ويمكن حب انه ياخذ هذه الجائزه وبحب يكون مثل ما بيقولوا يعني مشارك فيها. بس انه هو لا، لازم يكون هو كمان مش دور مساند. انا ما شفته دور مساند. نعم. كان لافت ايضا نجوم الشباب ونجوم الترند اللي تكرموا مثل محمد فضل شاكر، بيسان اسماعيل. محمد شاكر تكرم كوجه جديد هيك كأنه سمعت، بس مع انه له فترة كان كمان هيدي موضوع التسمية الفئات انا مش عم تصب براسي. يعني هو له فترة في عنده اعمال من 5-6 سنين، صح، ما في يتقارن ببيسان عندها غنية. اوكي يعني هلا هو ضربت هلا غنيته، بس هو نزل سو هاي السنة اذا بدك لمع بشكل لافت. هذا الغلط. يعني انا اذا ما بتابع، يعني إذا ما بتابع إنه في مسلسل البطل وما بتابع إنه في محمد شاكر، هذه مش مشكلتي. يعني مفروض هن يتابعوا. يعني ليش في لجنة ولا في ناس مفروض يسألوا أنا في هو أعمال ضاربة في هودي. يعني أنا المقالات اللي بحطها بعرف في ناس عندها آراء. أوكي له فترة عم بنزل أغاني، فلازم يكون ما يتقارن مع حدا. والمسلسل 90 حلقة مش لازم يتقارن بالمسلسل 30، وال30 مش لازم يتقارن بال15. يعني مش معقول مثلا انه وسام فارس ياخد على اليوم هالسنه، ياخدها هديك السنه وبده ياخدها هالسنه كمان على يكون جايزتين، لانه عم تحكي 90 حلقه العميل. يعني هذا 3 مسلسلات. بتفضل مثل ما بيعملوا بالجا اووردز مثلا بيقولوا لنا افضل ممثل عربي عن فئه المسلسلات الشرقيه، افضل ممثل عربي عن فئه المسلسلات المعربه؟ لانه الجا اووردز هيك بيجزئوهم. لازم يتجزئوا، لانه عم لاحظ في مطارح هي نفس الفئة بس عم تتغير. نعم. مثل ما حكينا عن طلال الجردي، منه دور مساند كان. هذا قطب من أقطاب الدراما الموجود، منه دور. بين 80 حلقة، كيف بيكون دور مساند؟ أنا بدي إذا حدا بيطلع يقول لي غلطني ما عندي مشكلة، بس إنه الدور المساند ما بيبين 80 حلقة وكل شيء متمحور عليه. إذا بدي لك هيك لخص لي هيك أبرز الملاحظات العريضة لهيدا الميركس. لازم كل شغله اذا بده يفوتوا فيها مسرح ويفوتوا فيها اعمال بدها تتقسم. ينحكى عن الموسيقى كمان، يعني عطى فئات للموسيقى. امبارح حسيته لوكل كتير، يعني كتير حسيته من ناحيه الدبكه، من ناحيه يعني كل شيء ربح لوكل. له عاده يكون يربح ناس يربحوا من برا يجوا اجانب ما شفنا. قصدك ممثلين اجانب كاتراك وغير اتراك امريكان اوروبيه ما شفنا هيك شيء. كان كثير حسيناها لوكل يعني. لازم اذا بدنا نفوت يعني حتى مسلسل تحت 7 ارض انتاج لبناني، يعني طب كيف يعني يربحوا؟ بس يكون في مقابلهم اشخاص يعني مثل الاستاذ بسام كوسه. ليه ما تكرم؟ محمود نصر، في ممثلين كتير بالبطل. في ما بدي انا احكي عن يمكن هو يمكن اخذ مشاهده اكثر تحت 7 ارض، بس البطل 30 حلقه كل يوم في شيء. بينما تحت 7 ارض ما كان هيك. تحت 7 ارض قصه واحده وصارت تنعاد، يعني كل مره يروحوا يلاقوا مطرح ليرجعوا يلاقوا عن جديد التزوير وكذا. كان قصه واحده وما في هالقد هونيك حبكات لا كان لازم مثلا نفس. ليه ما طلع احلى قصه؟ شو السبب؟ قصته حلوه وانتاج لبناني ونفس الانتاج. يعني طب ليه هلا اوكي طلع ضعيف من شيء، بس بيطلع له احلى قصه حلوه. فكره القصه انه انسان يتعرف على حدا ما بتعرفه ورجع بعدين صار مثل خيالك، كمان صار تشعر فيه، كثير حلوه. بس ما تنفذ صح، بس تربح احلى قصه، تربح دانييلا كمان.
ما له دخل التمثيل بالقصه. ايه معتصم ودانييلا تكرموا ببياف. اوكي بس انه بنحكي هون يعني هون ربحوا بس مسلسلين، في اثنين ما بقى شفناهم يعني. بعدين حتى كمان بالدم يعني انا ما شفت بالاوسكار مسلسل واحد بياخذ كل الجوائز، قليل يعني، صعب شوي. كان في تعويل من الممثلين بالدم لما عم يتكرموا على الانتاج اللبناني، انه نصير ننتج مسلسلات لبنانيه، واذا بدك هيك نرجع نرمم الدراما اللبنانيه. كتير منيح. المهم القصه، بدنا نرجع يعني. مش معقول احتفال كبير ما فيه يحكي عن القصه يعني. ما في هلا اوكي يمكن نادين جابر ربحت ولا بس كانت موجوده؟ لا ربحت، كرمت نادين. اوكي في قصص كمان، قصه بالبطل وبنفس كمان قصص قويه. القصه ما مش قصدي سيناريو حوار. نادين جابر قويه سيناريو حوار وحبكات، هودي اوكي تستاهلها، بس في قصه موضوع القصه لازم تنربح. الموسيقى، الاضاءه يعني بس عم بيكونوا الفئات الاولى بالربح. بس كمان ما هيك يحظى للقيمين على الميركس هيدا المهرجان رغم كل شيء عم نقطع فيه بلبنان، الا انه مستمرين باطلاق المهرجان، اطلاق التكريمات. طبعا يعني كمان لاحظت انه السنه الماضيه تكرم شارل ماكريس، كمان بيستاهل. بس كمان الرقص مثل الموسيقى كمان اهم. يعني اذا ما في موسيقى ما في رقص، طب ليه ما في فئه موسيقى؟ هيدي اللي انا مش عم بعرفها يعني هي عم تنحصر باللوكل. لما تصير خلص احتفال كبير وكل شيء وفيه كل الفئات، ساعتها بنقدر نفتح للكل يعني. عم يقام هلا مهرجانات بالعالم العربي. مثلا قبل بيومين كان في دير جاست بمصر، عنا ايضا الجي اووردز، عنا مهرجان تكريمات بتصير بدبي. اذا بدي اقارنهم بالمهرجانات اللي بتصير بلبنان، وين بتشوف كل حدا؟ ميركس بيضرب، ونحن لو ما بنحب هالمهرجان ما بنحكي عنه، لانه كمان مفصل. اوكي لازم يكونوا كل المهرجانات اللي بده ينعطى الحق للكل، مش بس للنجم. يعني النجم خلص نجم، مش ناطر جايزه. في ممثلين بيستاهلوا يطلع لهم جوائز، في مصورين. انا بدي استغرب يعني بشغله انه مصور ضد تصوير ليه ما بيطلع له؟ يلي هو عم بيعطيك الصوره الاساسيه يعني. ما بعرف، بس هذه قصه ما صارت بولا مهرجان. نحن معودين بالاوسكار بتصير ممثله نجمه بالاوسكار بتصير بيربح مونتاج، بيربح افضل مونتاج. هون نحن بيضحكوا علينا اذا بنقول مونتاج. كيف الحديث هذا؟ بيربح احسن جرافيكس. يعني هلا نازل فيلم بلبنان 40 دقيقه جرافيكس. طب كيف؟ بس انا اللي عندي النجم بدي ضل ربحه. طب ما كيف؟ ما شيء مش معقول. طب مثلا سينتيا كرم ما حكينا عنها، كثير بتستاهل. سينتيا اوكي هن ما بيعتبروها نجم. انا بالنسبه لي الممثلين ما في يعني، انا بالنسبه لي كلهم صف اول، لانه عملت هذا الدور هالقد قوه طلع لها جايزه. هذا الصح، كرمت بجائزه. ايه طبعا. يعني هون صح، هذا الشغل الصح. مش دائما انه انا عندي النجم عم بيوصل لوقت النجم ما عم يجي بقى بقول لك خلص ربحت بكفايه. فوقت نبلش نعطي نحن الدور المساند اللي هن بسموه مساند، بس هو له اعتبارات يعني. ما فينا كل دور نسميه مساند. مثلا حتى مخرج الفيديو كليب كمان شفت حدا ربح، بيير خضرا وإلي فهد. نعم، انه كمان مش معروفين. هذا شيء منيح لما تروح لناس مش معروفه. لهم وصل لختام حلقتنا. مخرج والناقد السينمائي شربي الغاوي، شكرا لك.